تم بالمركز الحدودي القرقرات تأسيس المكتب النقابي للنقل الدولي إفريقيا التابع للاتحاد المغربي للشغل، وهو تنظيم مهني سيساهم في تسهيل عملية العبور للسلع والبضائع عبر هذا المعبر الحدودي الدولي الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية للقارة الإفريقية وأيضا العمق الإفريقي للمملكة المغربية. المكتب النقابي للنقل الدولي إفريقيا سيساهم أيضا في الحل والمرافعة عن قضايا التي تهم المهنيين من يشتغلون على هذا الطريق الدولي. هذا العرس نؤكد من خلاله، وتؤكد نقابة الاتحاد المغربي للشغل من خلاله عن تشبثها بالوحدة الترابية، ونجدد ونؤكد على تفعيل الرؤية الملكية السامية إفريقيا جنوب جنوب. يعد تأسيس هذا المكتب للنقابة لبنة جديدة تنضاف إلى نضالات الطبقة النضالية من أجل تأكيد الوجود النقابي بالمعبر الحدودي القرقرات. يأتي كل هذا تأطيرا وتأهيل الطبقة العاملة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية بالمعبر القرقرات.